جاي انت اللي راح تحمل الاسم، انت راح تحمل الامانه، تحمل الصدق، تحمل العمل الصح. انت اذا معترض على شيء هسه سواء بحالك او بوضعك، تقدر انت من تلزم مكان باكر عقبه انت تعدل الوضع، انت اللي تصحح وتعدل الميله، ولا تستضعف نفسك، لا تقول بس انا اعدل، لا هو انت تبدي بيها، انت تعدل وانا اعدل وذاك يعدل الى ان تمشي الوضعيه صح. لذلك انا اتمنى انت تدرس، تنجح، تستغل وضعيتك، لان هاي حياتك القادمه كلها، عنوانك الجاي، عمرك الجاي كله عنوانك يتوقف على هاي ال7 اشهر، يعني من دكتور، من محامي، من صيدلاني، من قاضي، من مهندس، من محاسب، من مدرس، والى كل الاختصاصات. تمام لو لا؟ نعم. فانت حتى من توصل للكليه انت شنو عمرك المشوار انتهى، وهواي يتخرجون اطباء، وهواي يتخرجون مدرسين، وهواي يتخرجون محامين، وهواي يتخرجون قضاة والى اخره، بس ذاك من ذاك اللي يكون معروف، اي ما يتفوق بدراسته سواء العمليه او النظريه، هو يكون اللي شنو، اذا انت تستفاد ماديا او شيء من هذا القبيل، او من عنوانك او الناس اللي تعرفك، انت لازم تسوي شيء بالمجتمع حتى الناس تعرفك. انت وكلكم تحبون الفوز وتحبون الروح الانتصاريه عندكم موجوده كبيره، يعني ما تحب الخساره. طيب اذا انت ما تحب الخساره لا تسوي الشغلات اللي تخسرك. انت بس تفتهم اريدك، وانا احبكم الله شاهد، وانا اعزكم، وضامن بعد مفاجاه صغيره. الكورس الاول، الوحده الاولى والثانيه والثالثه ما راح امتحنكم بهاي الفتره، لان انت اصلا تعبان ومتضايق. انا راح امتحنك قبل نصف السنه، يعني راح اودي الامتحان قبل نصف السنه ب10 ايام. ليش؟ لانه بما انه انا اخاف على مصلحتك، المفروض افعالي تسبق اقوالي. يعني الفعل مالتي ياك شنو اليوم؟ راح اقول لك يا محمود السلامه، يا حبيبي، يا شاب الزغيرون، بابا احنا راح نخلي امتحان نصف السنه قبل 10 ايام من نصف السنه نفسها، يعني قد يكون بشهر الواحد. ليش؟ هذا الامتحان راح يكون تقييم، انت تقيم نفسك، انا ما راح اقيمك. يعني ملاحظه، اذا انا راح اسوي الامتحان من 230، الامتحان كبير نوعا ما، مو نوعا ما كلش كبير، هو من 230، فرضا جبت لي 70 او 60 من 230. اليوم اني راح اقول عليك مو زين؟ لا طبعا. انا راح انتظر درجه نصف السنه اخي. انا جاي اعلمك اخطائك حتى تروح تجاوب لي بنصف السنه وبالوزاره. هي تبدي بنصف السنه القوه والشده. انت اليوم تجي تقيم نفسك، راح يختلف الموضوع. مو انا اللي راح اقيمك، راح اترك تقييمي لك بهاي اللحظات. يعني هذا الامتحان القادم مال نصف السنه كلكم راح تجون تمتحنون. ولا واحد راح يجيني راح يقول لي اجل، ولا واحد راح يجيني راح يقول لي انا ما اريد امتحن. تدري ليش؟ لان انا ما راح اعاقبك ولا راح احاسبك. بقد ما انت لازم تعاقب روحك وتحاسب نفسك، انت راح اخلي الكره بملعبك اليوم. شلون؟ راح تجي تمتحن، فرضا طلعت 150 من 230، تلزم روحك من ترجع للبيت. تعال، في من ضعيف انت؟ بشنو انت مو زين؟ عرفت شنو تقييم نفسك؟ انت يعني انا جايبك مو حتى انا اعرف، انا اعرفك انت مناضل وتعبان وتقاتل، بس يجوز ظروف عندك او كذا بالامتحانات اليوميه، ولكن اليوم الامتحان مال 3 وحدات، انا جايبك حتى تقيم نفسك. انا راح اترك تقييم بهاي الفتره، بهذا الامتحان راح اترك التقييم، ما راح اقيمك. راح اعوف لك الوضعيه الك. تعال امتحن، وخذ دفترك الامتحاني، وخذ اسئلتك، يلا سبع تمتحن وتكمل، وترجع لي للبيت. ايش عندك نقوصات؟ يا قطعه، يا فراغ، يا موضوع قواعدي، تقوي لي نفسك، وتروح لنصف السنه هم مراجع، هم تعرف اخطائك، وهم امتحن امتحان عملاق. يعني انت مرتب الامور كلها، اخطائك، ضعفك، قوتك، درجتك، انت شنو؟ طبعا كله تعرفه. تروح لنصف السنه طلع لي درجه كامله باذن الله سبحانه وتعالى، وترفع راسنا، ترفع راس اهلك، وصير سبع. ولا تجيني تقول لي تاجل، لك ما تاجل. انت تدري ليش؟ انا ما راح احاسبك. مو تتصل والله صار ما اقدر اجي، لا بابا، تعال امتحن، تعال امتحن، ادي فرضك، اعرف اللي عليك، اعرف اللي الك، اعرف انت بهاي ال5 اشهر اللي هسه فاتت انت سويت. وايضا نعطي مجال للجدد اللي بلشوا ويانا وحده اولى او وحده ثانيه بلشوا نهايتها، هم يقرون حتى يلتحقون بسؤال الواحد بالامتحان. الكل سلمته كودات، الكل انا مقصر وياه ان شاء الله طبعا. فاحنا نريد لكم الخير،
والبركه، واهم شيء انه انت مرتاح من قاعد على هذا المقعد. انا اليوم اقدر اقول لك امتحان واحده اولى وثانيه ثالثه بعد اسبوع. انت ما راح تكرهني، بس راح تقول استاذ شو انت يعني قلت تعرف ظروفنا. فانا اعرف ابو الانتساب تعبان، ابو اللي دام بالمدرسه لا ياكل ولا يشرب، يركض منا ومنا، ويوم غايب ويوم يدزون عليه انذار ويوم كذا ما جاي لحد وفاينالات عندك. اني ما اقدر اخلي لك امتحان بهي ظروف. انا راح انفذ اللي انا اريده بس. بصراحه ما زال انت قاعد بهاي القاعه، انت يعني اخوي الصغير، انا ما اجي افرض عليك اي شيء. اخوي وابني شلون افرض عليك انا؟ لا، احنا بيناتنا قررت لك هذا القرار الحلو مرتب حتى انت تضبط لي وضعك وتصير سبع وما بدك تقصر. لان احنا اليوم نريد نكون عائله وحده، نطلع لنا درجات عاليه وحلوه ونشيل اسمائنا، انت تشيل اسمي وانا اشيل اسمك. يعني انت اليوم نطلع درجه عاليه تقول انا درست احمد فوزي، وانا اليوم من الناس سمعت مطلع درجه اقول لهم هذا ابني، هذا طالبي، هذا السبع هذا. وانت ما راح تظل انت طالب سادس ترى. انت ليش محسب حسابك؟ تظل طالب سادس، انت ما راح تظل طالب سادس، راح تكبر، راح تطلع وظيفه حلوه، فد مكان مرموق وجزء بالمجتمع، والشهاده لا تخليها بس جانبها المادي يلعب دور. يعني اعطيك مثال، الشهادات يعني اذا ماديه، اذا كنت تكتسب ماديا ما راح تعلي شانك. يعني الفلوس ما تعلي شانك ابد، يجوز تعلي شانك بس بين الماديين، بس بين الناس السطحيين. يعني الفلوس تعلي شانك، يعني يحترموك بس السطحيين، يعني حشاك. بس احترامك وتقديرك بين العالم ما ينشرى بالفلوس ابدا. يعني يجوز قلت انا اقول لك عاش ايدك والله بالخير، بس من تروح يضغط عليك هذا مو محترم، هذا كره، انا اموت منه. يعني يجوز يعني هو يكرهك بس هو بس قدامك على منين عندك فلوس. فلا تخلي الشهاده عنوان مادي، لا، خلي الشهاده عنوان معنوي. يعني شنو؟ يقولون فلان المحامي، فلان القاضي، فلان الطبيب، فلان الصيدلاني، تمام لو لا؟ واتمنى لكم الخير والبركه. شوف يا حبايبي